بسم الله الرحمن الرحيم. البداية كده صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أعرف يا جماعة إيه الهجوم الجامد جدا من جماهير الزمالك على السوشيال ميديا اللي بتهاجم الناس الزملكاوية اللي بيقولوا كلمة حق في النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي اللي هم بعد ما خسروا من سان داونز 5 كل الناس قالت عليهم خلاص طلعوا من البطولة. وبعد كده الناس طلعوا رجالة قعدوا مع نفسهم لموا نفسهم قالك لازم نصعد، لازم نحس بجمهورنا اللي اتقهر ده اللي اتقطع على السوشيال ميديا لمدة اسبوع. وبعد كده الناس شافوهم في الملعب رجالة وصعدوا من المجموعة وهيصعدوا برضو من الرجاء ان شاء الله. مش عيب يا جماعة انك تعترف ان خصمك اقوى منك بكتير. احنا بقينا فريق فاضي، الزمالك بقى فريق فاضي. مرتضى وعياله دول شوية مرتزقة، دول شوية حرامية. اي لاعب يظهر، اي لاعب يبان يجيله عرض ان شاء الله حتى لو $1,000,000 يبيع يا باشا، يدخل النادي $100,000 وياخدوا هم 900. فضل فريق. تعالى يا باشا بص بقى، بص يا باشا، انت كان عندك ايه؟ انت كان عندك ساسي وطارق حامد اقوى نص ملعب في افريقيا، كان عندك بن شرقي اقوى جناح في افريقيا، وما فيش جدال طبعا على كده. ده غير بخلاف بقى قضيه كهربا دي بقى ايه، دي بلوه لوحدها على جنب كده. ها يعني انت كمان كان عندك كهربا، يعني انت فاهم، دي خلاها على جنب كده. وتعالى اللهم صل على النبي. راح طارق حامد، ساسي، بن شرقي، مصطفى محمد، ومصطفى فتحي، واخرهم مين؟ امام عاشور. طيب انت كده خط ده وسط خط هجوم الزمالك وخط وسط الزمالك اللي هم شايلين الفرقة. انت فضيت الفرقة، انت ما بقاش عندك فرقة، انت بقى عندك شوية لاعيبة مرتزقة. اقسم بالله لو نقيت اي 11 من الجمهور لا ينزلوا يأدوا قدهم 10 مرات ومش هيخسروا الماتش ده، مش هيخسروا اي ماتش من الماتشات اللي خسروها، ومش هيطلعوا بفضيحة من مجموعة في افريقيا انا شايفها من اضعف المجموعات. مجموعة تعبانة تعبانة. ده انت وريتنا السواد في ماتش المريخ هنا يا راجل يا راجل. وبعد كده في الدوري هنا تبقى كسبان للمصري 2 وتروح مغلوب 3 وبتاع. ايه ده؟ هي دي لعيبة يا جماعة؟ هي دي لعيبة يا جماعة تقفوا جنبها؟ طب فيها ايه بقى لما نبص بقى نقول كلمة حلوة بقى على الاهلي؟ ما يمكن يحسوا على دمهم دول ويلعبوا كورة، يمكن يلعبوا. انا مش معترف باي لاعب في الزمالك، انا دلوقتي مش شايف لاعب واحد في الزمالك يستحق يقعد، اقسم بالله. هو زيزو بس، زيزو وبس. ارمي القايمه دي كلها، ارمي وهات فريق من اول وجديد ومشي، ومرتضى وعياله يتحاسبوا ايه دول؟ يتحاكموا في ميدان عام. لكن يطلع الجماهير تشتم بقى في الهستيري وفي غيره وفي غيره عشان بيقول كلمة حقه. لا، دلوقتي بقى احنا بنشجع الاهلي في مباريات افريقيا بس ان هم يكسبوا، لاجل بس ما عندنا لاعيبة تانية تحس على دمها، يعني عشان يشوفوا بس فرقة كانت واخدة 5 وقالوا خلاص طلعت من البطولة وصعدت. انت يا راجل يا راجل خسران 1-0 هنا، مش عارف تروح تعمل نتيجة ايجابية هناك، تخطف جون وترجع بيه وبعد كده تصعد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده قلة ادب. دي قلة ادب. مش عارف تكسب المريخ هناك، مش عارف تكسب المريخ. ايه ده ايه ده؟ وشباب بوليسداد تكسبك هنا 1 وتكسبك هناك 1 وتيجي صن داونز تحط عليها 4 في ارضها في الجزائر في وسط جمهور الجزائر. دي نتيجة تاريخية ما حصلتش مع أي فرقة جزائرية. إيه ده؟ إيه ده؟ وفي الآخر زعلانين إن الزملكاوية بيدعموا، مش تشجيع، عشان ممكن يكون أنا غلطت في حوار في كلمة تشجيع. لا لا لا، ده تدعيم. احنا بندعم الاهلي الفترة دي عشان دي فرقة تستحق، عشان على الاقل خالص يبقى عندنا كم منهم واحد في المنتخب يشيل مع صلاح ومع الناس التانية دي. احنا ما بقاش عندنا منتخب، ده احنا مفضوحين في فضيحة مفيش بعد كده فضيحة. ده احنا الدوري بتاعنا راح في داهية. بصوا على السعودية راحت فين واحنا بقينا فين. ده كانوا بيتعلموا مننا ولحد دلوقتي بياخدوا اللعيبة مننا. السعودية بتجيب لعيبة من البرازيل وبتجيب لعيبة من الأرجنتين ومن البرتغال ومن مصر.
شوفوا السعودية بقت فين، كل الناس بتتفرج على السعودية دلوقتي، كل العالم بيتفرج على السعودية. تعال شوف بقى الدوري المصري، دوري مصري مين ده؟ احنا بنشوف اول كورتين بنقفل التلفزيون. بلاش قرف، بلاش خرا.